السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو نتوما فرحانين وناشطين وفي احسن الاحوال. عواشر مبروكه، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ان شاء الله، والله يحقق لكم جميع الامنيات ديالكم. اللي كيتمنى شي حاجه يا ربي يحققها ليه في هذه الايام المباركه يا ربي. شكرا لكم الحبيبات ديالي ومرحبا بكم، الف مرحبا، وكنشكركم بزاف بزاف، وكنرحب بالبنات اللي انضموا للقناه جداد. كنقول لكم شكرا لكم ومرحبا بكم، الف مرحبا، والتعاليق ديالكم طيبه بحال قلوبكم طيبه. انا راني فخوره بكم بزاف بزاف. شكرا لكم الحبيبات ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه غزاله، جوج مكونات البنات، هكا يولي الوجه ديالك من هنا ان شاء الله العيد. داوموا عليها في هذه الفتره هذه قبل العيد ان شاء الله. غادي يكون، انا متاكده البنات الوصفه غتعجبكم بزاف. جوج مكونات وقنبله طب في تبييض البشره وتصفيه البشره، وهديه مني اللي البنات اللي عندهم او المتتبعات ديالي اللي عندهم التجاعيد، راه كتجبد الوجه. هاد الوصفه هذه اصلها كوريا البنات، وصفه كوريه كيتعمدوا عليها الاسيويين في النضاره ديال البشره ديالهم وتصفيه ديال البشره ديالهم. كتصلح للتجاعيد، للخطوط الرقيقه، دوك يعني دوك التجاعيد اللي كيكونوا غارقين في الجبهه، ملي كتضحكي كيتكمش لك هنايا، ديك الحفاري اللي كيكونوا ديك الكماشي هنايا. جميع واخا يكون عندك 60 50 سنه 60 سنه، ديري هاد الوصفه هذه. راه هكا البشره كتعطيك، والنضاره ما نقولش لكم، البشره كتولي كتلمع وتتولي زوينه، اللي فيها الحبوب، اللي فيها جميع المشاكل البنات. هاد الوصفه هذه داومي عليها، غزاله وزوينه، فكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وجربيها. وغادي انا ان شاء الله متاكده انها غادي تعجبكم. نشوفوا المكونات ديال الوصفه، راه ساهلين، جوج مكونات دغيا نخلطوهم ورجع معكم. انتم البنات بالنسبه للرز او الارز الابيض العادي اللي كنستعمل، الرز العادي جدا، هو اللي كنقيه وكنجيبو كنطحنوه في الطحنه كهربائيه عندي في الدار حتى كنحصل على دقيق الارز. ممكن انكم تفادوا هذه العمليه هذه وتاخذوه جاهز، راه كيتباع يا اما عند العطار الا كتعرفوا شي عطار كتعرفوا شي عطار ثقه، ولا بالنسبه للدول يعني دول اخرى راه كاين في الاسواق، كيتباع في الاسواق جاهز، دول العربيه راه كيتباع جاهز. حتى هو استعملوه دقيق الارز. ولا بغيتو ديروا بحالي ديروا بحالي. يلا نكملوا الوصفه ديالنا. بالنسبه للوصفه ديالنا غادي نحتاجوا واحد يعني واحد الطويصه او واحد القريعه اللي يكون عندها الغطايه ديالها اللي غنحتفظ بها بالوصفه ونبقى نداوم عليها، حيت هذه الوصفه هذه نديروها كل نهار البنات. غادي نحتاجوا الارز ديالنا كما كيبان لكم، انا طحنته وكنحتفظ به بقريعه ديال الزاج بحال هذا الشكل هكا، تكون نقيه وناشفه. كندير الكميه اللي غادي نحتاج، هانتوما تقريبا هاد الكميه هذه راه تدي لي حتى 3 ايام، وكنحتفظ بالخلطه في الوصفه. ومن بعد كنعاود نزيد، ملي كتسالي ليا الخلطه كنعاود نزيد. بالنسبه للوصفه فيها جوج مكونات البنات، كنخلطوا الوصفه بالحليب عادي كامل الدسم. الا بغيتي تخلطيه بالياغورت الطبيعي راه ممتاز حتى هو، كيرطب البشره وكيبيض وزوين. والا ما متوفرش عندك ديري بالحليب، انا درت بالحليب باش نكون بحالي بحالكم، يعني كلشي راه عنده الحليب. غادي نخلط الوصفه حتى نحصل على عجين. وصافي البنات، هذه هي الوصفه ديالنا بهذا الشكل هكا، كتجي هكا الملمس القوام ديالها كيكون ماشي ثقيله وماشي سائله هكايا. سهله البنات الوصفه، غير ما بغيتيش ديريها. ندوزو نطبقوا الوصفه الحبيبات ديالي، بقاو معايا. بالنسبه للوصفه البنات هي هذه البنات، هانتوما وصفه كتكون على هذا الشكل هذا، نطبقها على البشره، تكون ما فيها لا كريم لا زيت لا حتى حاجه، البشره ديالتي لا فوندوتا لا شي حاجه، البشره عاديه جدا جدا. ديريها على البشره ديالك. بالنسبه لهاد الوصفه هذه البنات راه حتى اللي عندهم الهالات السوداء، اختي غير ديريها، انا ندير اختي بيدي هكا، ديريها اختي حتى حول العيون هنايا،
علاش؟ باش كتحيد لك المشكل اللي عندها مشكل ديال الهالات السوداء واللي عندها مشكل ديال التجاعيد. وصفه غزاله البنات، فنه. الارز الابيض البنات راه بحثوا عليه، دخلي اختي لبا جوجل بحثي عليه وغادي تشوفي المنافع ديالو البشره. غني بالفيتامينات، غني بالمعادن، كيجدد لينا الخلايا ديال البشره ديالنا، كيعالج لينا جميع المشاكل اللي في البشره ديالنا. داومي اختي غير على هذه كاع. على البنات اللي كتبوا لي في التعاليق فاتي راه حنا الوصفات عجبونا ولكن راه حنا تلفنا ان وصفه غادي نتبعوا. فالا تلفتي ديري هذه الوصفه هذه راه واعره. الوصفات كلهم زوينين. كتقول لي فاتي كل مره كديري لنا وصفه. البنات انا كندير وصفات متعدده، كل نهار ندير لك اختي وصفه، ندير لك حتى كل نهار جوج وصفات. انت خدي اللي غادي يناسبك. راه كل واحد راه كاين البشره متغيره وكل واحد وكاين اللي عنده البشره متضرره وكل واحد والمشكل ديال البشره ديالو. انتي شوفي اختي الوصفه اللي عجباتك وارتحيتي ليها. نجرب اختي الوصفات راه كلهم طبيعيين، ما تخافوش منهم البنات. على ضمانتي. جربي الوصفه واي وصفه اللي بانت لك انها عطاتك نتيجه وانها جات لك مع لابو ديالك، جات لك مع البشره ديالك، اختي هذيك هي اللي تشدي فيها. اختي هذيك هي الوصفه ديالك وهذيك الوصفه اللي تبقاي تداومي عليها. علاش اختي انت تبقاي تخلطي كاع؟ صافي انتي دابا غير جربي. ولكن انا كنقول لكم انا واخا كتعجبني مثلا تعجبني هذه الوصفه هذه غادي ندير وصفه واحده اخرى. علاش؟ لان حتى هذيك طبيعيه وحتى هي عندها الدور ديالها وعندها المنافع ديالها. هانتوما البنات انا درت الوصفه على وجهي كامل، غادي نبقى بها 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. هاد الوصفه هذه ديريها اختي قبل ما تنعسي تسالي الاشغال ديالك وتسالي الصلوات ديالك وبعد الصيام وبعد الفطور وبعد كل شيء، وديريها اختي في واحد الوقيته ديريها مده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه وغسليها. البنات ما توصلوش بالصابون من بعد هاد الوصفه، راه غتضربي كل شيء في الزيرو. الماء صافي، الماء من الروبيني صافي. نغسل وجهي وغادي نقول لكم السر من موراها شنو غادي ديروا. البنات راه بدا كينشف، راه دغيا كينشف. نكمل واحد 15 دقيقه ونغسل وجهي غير بالماء من الروبيني عادي. بالنسبه للبنات اللي سولوني على الفيديو السابق اللي حطيت، صراحه فيديو زوين، وصف روتين غزال وزوين وعجب البنات وداوموا عليه. البارح غير شافوا الفيديو راه مشاو داروا الوصفه عجبتهم بزاف ورجعوا كتبوا لي التعاليق. بصحتكم وراحتكم وتستاهلوا مني كل خير. بالنسبه للبنات اللي سولوني قالوا لي فاطمه قلتيش في الفيديو شحال من مره غادي نديروا هذاك الروتين هذاك او هذيك الوصفه. فبالنسبه لهذاك روتين اسبوعي يا البنات. بالنسبه للماسك الاولاني اللي شاركت معكم هذاك بحال الشكل ديال مقشر، هذاك الا فينا شي قشور، الا فينا شي تصبغات، الا فينا شي حاجه يعني كينظف لينا البشره ديالنا. هذاك ما يمكنش لينا حنا نديرو مقشر كل نهار او نهار ونهار لا. هذاك اختي ديريها جوج، ديريه مره في السيمانه ولا كثرتي ديري جوج مرات في السيمانه صافي في الاسبوع. اما الماسك الثاني تقدري ديريه 3 مرات في الاسبوع، هذاك زوين. اما بالنسبه لهذا الماسك هذا انا كنسيني لكم انكم ديروه كل نهار كما قلت لكم البنات. انا غادي نغسل وجهي بركه، ما نخليش يكرم بزاف. علاش؟ راه كنحس بالبشره ديالي هانتوما البنات مجبده، كتجبد. وغادي نشارك معكم اختي الماساج. بقاي معايا حتى تشوفي الماساج وتستافدي من بزاف ديال المعلومات انت ما عارفاهمش. البنات غسلت الوجه ديالي، وصفه غزاله انا متاكده غادي تعجبكم والله البنات. غير هو واحد النقطه البنات، من ما تخليوش الماسك ينشف بزاف. 10 دقائق 15 دقيقه، راه 10 دقائق دغيا كي غير تحسي به. حنا ما نتعمدوش على الوقت، ولكن غير تحسي به راه بدا كينشف لك على وجهك غسليه. وفي الطريقه ديال الغسيل البنات غير هكا، ما تجلسيش تفركي في الوجه ديالك، حيت واخا كيكون الدقيق ديال الارز كيكون رطب، راه ملي كديريه كماسك كيولي حرش على وجهك. هاد النقطه هذه ان نغسلو غير بشويه بلا صابون، كنعاود لكم بلا حتى حاجه، بالماء فقط. نشف الوجه ديالي
ونجيب لكم اختي السر من بعد منه. شنو ندير؟ هو زيت اللوز الحلو البنات. البنات كيسولوني في التعاليق فاتي واش زيت الحلو ولا زيت المر؟ الزيت الحلو، انا كنهضر على الزيت الحلو. الزيت الحلو البنات ها هو غير زيت الحلو راه فيه جوج انواع. هاد النقطه هذه خاصك تعرفيها. زيت الحلو راه فيه جوج انواع، فيه العصره الاولى وفيه العصره الثانيه. العصره الاولى كتصلح للوجه والجسم والشعر، العصره الثانيه كيديروها غير للشعر البنات، راه ما كتصلحش للوجه. غير باش نفسر لكم وتكون اللي ما عرفش هذه المعلومه يعرفها. غادي تمشي لاقرب بارافارماسي، سيري للبارافارماسي اللي حداكم وغادي تاخدي من عندهم زيت اللوز الحلو العصره الاولى. راه كاين الفرق في الثمن. العصره الاولى زايده الثمن على العصره الثانيه. العصره الاولى ديال زيت الحلو راه ب 45 درهم من بارافارماسي. ما تاخدوش دوك القراعي اللي كيكونوا غير ديال الخرده فيما لقيتوهم. سيروا للصيدليه البنات البارافارماسي، خذوا العصره الاولى دايره 45 درهم. العصره الثانيه كتكون قليله، راه ما وصلش 30 درهم تقريبا، هكاك شي 30 درهم ولا ما واصلاش. هذه هي ديال الوجه البنات. المهم انا كنقول لكم هذه المعلومه عرفوها، اللي ما عرفهاش يعرفها. من شفت وجهي انا دابا غادي نمشي نعس، غادي ندير واحد الترطيب لوجهي ومساج لوجهي، منه كيرمم ليا البشره حتى هو وكيعالج ليا المشاكل اللي في البشره ديالي، كيرطب ليا البشره ديالي وكيحافظ ليا على البشره ديالي، وكذلك كنساعد على التجاعيد وعلى شد الوجيه ديالي. فكندير الزيت وكندير به مساج الوجيه ديالي. اختي البشره ديالنا كمساج بهذا الشكل هذا، ماسي الوجه ديالنا. اللي عندهم هادي ديريها اختي هكايا، ماسي بها، كيكون عندها هاد الحجره بارده زوينه للبشره، ماسي بها اختي. اللي عندها الفونتوز كذلك ترفع بها الخديدات ديالها بهذا الشكل هكا، رفع بها اختي. ما كاين لا ترهل لا والو اختي، غير خدمي لي على البشره ديالك باش كتحركي الدوره الدمويه اختي في الوجه ديالك. هانتوما البنات كتحسي بالبشره ديالك تحركات فيها الدوره الدمويه زوينه. اللي ما عندهاش فتكتفي غير باليدين ديالها هكا كترفعي. اللي عندها هنايا هذا الطقن هذا كتخدمو مزيان، خدموا. وكاين حركات رياضيه اللي عندهم الدقن المزدوج، كاين حركات رياضيه اللي كديريها باش كتحاربي الدقن المزدوج. راه سبق لي وشاركتها معاكم صافي. وكنخدموا اختي على البشره ديالنا كامله، جبيها كلشي البنات، كلشي كنخدم. كنرفع الحواجب ديالي، كنرفع كلشي باش ما نطولش عليكم الفيديو. راه المساج باين البنات. صافي كنماسي كنرطب وجهي ديالي، كنمشي كنعس في الصباح البنات. عاد ممكن انكم توصلوا الوجه ديالكم بالصابون الخاص بالبشره ديالكم. عاد غسلي وجهك حيت فيه الزيت، باش حتى لا خرجتي ولا شي حاجه ولا تعرضتي شي حراره ولا تعرضتي لشي فران ولا في الكوزينه ولا شي حاجه ولا الشمس خرجتي. وديري لي كرون البشره ديالك دائما في الدار ولا برا ولا كلشي كمرطب وكحمايه للبشره ديالك. هذا هو الروتين ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده ديالكم، مرحبا بكم والف مرحبا. وما تنساونيش من اللايك والاشتراك بالقناه باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد وكل شيء يستافد. وشكرا لكم. بارطاجيو هذه الوصفه العواشر هذه، ديري واحد الاجر لصاحبتك ولا اختك، يلا بارطاجي لها الوصفه راه غادي تفيدها. وما تزيانيتي نتيا تعبد الله يزيانو حتى هما معاك. يلا الغزالات ديالي خليت لكم الراحه، بسلام عليكم.